السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله أنا جاي أتكلم في موضوع مهم جدا، وأتمنى منك إنك تكمل الفيديو ده للآخر، لأن إن شاء الله هتطلع من الفيديو ده مستفاد بكمية معلومات أنت ممكن ما تكونش عارفها عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده إن شاء الله. من غير أي مقدمات كتير ومن غير أي كلام كتير، النهاردة أنا جاي أكلمك عن غض البصر. أيوه، غض البصر. وأيوه هو ده أقوى مداخل الشيطان بيدخل لك منها، وأيوه هو ده أقوى مدفع الشيطان بيلعب عليه. فركز معايا في الكلمتين الجايين دول عشان هما اللي فيهم الإفادة كلها. بص يا صاحبي، أول كلمة هقولها لك: غض بصرك، لأن ده سبب لكل شهواتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بني إسرائيل دول اللي ضرب عليهم الذلة والمسكنة، الله عز وجل غضب عليهم، والله عز وجل جعل منهم القردة والخنازير. شايف دول بني إسرائيل بكل اللي هم عملوه اللي اتعمل فيهم ده؟ أول فتنة الشيطان جاب رجلهم منها كانت هي غض البصر، هي كانت النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. فلو جيت حسبتها بالمقاييس بالطول ولا بالعرض، هتلاقي نفسك محتاج انك تغض بصرك اكتر من انك لازم تغض بصرك اصلا. انا عارف ان احنا في زمن صعب، وان احنا في زمن فتن، والطرق والشوارع بقت صعبة، في مناظر تضر الواحد لو هو عايز يغض البصر. بس انا هقول لك حاجة، عايزك تسمع الآية دي: قل أذلك خير قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. واحنا مش عايزين حاجة غير دي، وهي الجنة. فيا اخويا بلاش تستهون بحاجة زي دي، لان الموضوع والله الموضوع خطير جدا. زي ما قلت لك، انت محتاج تغض بصرك اكتر من انك لازم تغض بصرك، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ده أحسن وأفيد ليك، لأنك لو ما غضتش بصرك هتقع في معصية تبعدك عن الله عز وجل، ومش بعيد تبعدك عن الصلاة، مش بعيد تبعدك عن طريق الله عز وجل كله. أيوة غض البصر ممكن يعمل حاجة زي دي، أيوة غض البصر ممكن يعمل أكتر من كده. يعني غض البصر زي ما قلت لك، غض بصرك لان هو سبب لكل شهواتك. ماشي في الشارع لقيت منظر لا يرضي الله، غض بصرك، بص يمين بص شمال بص في الارض، اعمل اي حاجة، المهم اللي انت تغض بصرك في موقف زي ده. قاعد على التليفون لقيت منظر لا يرضي الله عز وجل، فر على طول، ما تبصش، ما تفكرش. وخلق الانسان ضعيفا. التفسير بيقول في الاية دي ان الانسان لما بيفتح باب معصية، المعصية ديت بتغلبه في الاخر. انت ما تحطش نفسك في موقف انت هتكون ضعيف فيه، ان دي لله عز وجل، والله عز وجل امرني بكده، وانا عبد لله وعبد الاوامر الله. والله عز وجل لما يشوفني انا ملتزم باوامره، الله عز وجل هيكافئك بحاجات تعوضك عن اي حاجة. معلش الكاميرا فصلت مني، لكن يا اخويا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره وهو قادر ابتغاء ما عند الله أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. أنت متخيل؟ يعني اللي هو اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وإياكم. يعني فعلا إحساس لا يوصف. أنا ممكن معرفش أوصفه لك، بس ممكن أقول لك كلمة ممكن تعبر عنه شوية. أنا عايزك تتخيل كده لما تكون ماشي في الشارع وتبص في الأرض أو تبص في ناحية تانية عشان ربنا. فتخيل بقى اللي انت بصيت في الناحية ديت وغضيت بصرك عشان ربنا هيديك احساس عامل ازاي. والله يعني احساس فعلا انت محتاجه في يومك، محتاجه في حياتك اصلا، حلاوة الايمان. فالموضوع انت محتاجه فعلا، ولو ما عملتهوش انت خسران دنيا واخرة. اللهم ارزقنا الجنة واياكم، ويحرم وجوهنا على النار، اللهم امين. واخر ما نقول، ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية والاسلامية، وما ننساش نصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.